ايه عنصري. انا عنصري من اجل بلدي لبنان اول شيء. عنصري من اجل ديانتي مسيحيتي. عنصري من اجل مارونيتي. عنصري مشان اهلي مع اهلي. مع ناس اللي بحبوني انا عنصري معهم. بس انا ماني عنصري. وباقي الديانات شو عندك؟ محترمه كلها محترمه، بس ما عندك عنصري باتجاههم؟ لا، اذا بده ياكلوا لي حقي بالبلد بصير ضد الديانات. انت عنصري ضد السوريين؟ ضد اللاجئين السوريين؟ بضل بسوريا انا. ما هيدا حاحكي فيه اكثر، خلينا نشوف هيدا الفيديو انا وياك كمان. اوكي. كمان لك انت. اوكي. وبنحكي اكثر. اللي فاجأني كثير صراحه وفاجأ كثير مشاهدين. خلينا نشوف. في 1,750,000 واحد بلبنان خلصي، في نص مليون من فلسطينيه خلصي، شو بدك تكمش لتكمش؟ ما 3/4 البلد الكهرباء بلبنان 300 ميجا واط، هاي بيعطون بواخر يقول مدري شو هن هو تبع الاتراك بيروحوا بس للاجئين السوريين، ادفع ملايين مئات ملايين دولارات بس لهودي. بعدين يا خيي يعني هاللاجئين السوريين اللي انا مش عنصريا عم بحكي، بس خي بدي ادافع عن بلدي، بدي يعني ما فيش حدا يزيحني بقى، صوت لمحل خلصت القصه. يا خي يوقفوا الخليفه شوي، مش معقوله بتلاقي وحده مش عم بمزح، مش معقوله يعني بتلاقي رجال ومرته واجوا معهم ولد صاروا 8 مع واحد عم يرضع هون والثاني بعده نازل من هون، وواحد على كتفه، وواحد مديته بايدها، وواحد ببطنه. خي طولي بالك مع ربطات الخبز خي يوزعوا لهم حبوب، في حبوب ضد الحبل. بعدين خي الرجال في كبابيت يلبسوا كبوت، يعني مش معقوله رح نصير نحن فيلم لبنان وبعدهم هن قاعدين. بس عن جد انا بكرر وبتبنى. يعني حكيت عن الكبابيت، حكيت عن الكبابيت، حكيت عن الحبوب منع الحبل، حكيت وهيدا كله كرمال انه عم يجيبوا اولاد. بس انا عندي سؤال، ليه هالقد عندك عنصريه تجاه اللاجئين السوريين؟ ما عندي عنصريه بالعكس. طيب شو اول شيء هيدا الحديث شو معناته؟ انا هيدا الحديث بتبناه بالكامل. هذا نحن المحامين بنقول بنكرر، انا بكرر هذا الحديث معك انه بتبناه كاملا انه ومقصر كمان لانه على المنار كنت. يعني انا ما في احملهم بلبنان. اول شيء ما فيك تحمل اللاجئين بلبنان. لا، وانت قاعد صبح دار عشيه بسوريا كل يوم بسوريا. بس انا بطلع على سوريا بختم بفوت وبطلع بختم على الحدود ضيف. انا بيجوا السوريين بيعرفوا لم عند مين رايح، وهذا فلان الفلاني اجى على سوريا مرق. بس انا يفوت لعنا 1,750,000 نازح يحتلوا البلد ويقتلوا الجيش وقوى الامن ويفجروا، وهم كان بالضاحيه وغير الضاحيه انه بدي اسكت. لا، انا عنصري اكيد. ما هو ان الارهابيين طلعوا من المخيمات النازحين بسوريا بعرسال، ما طلعوش من غير محل. خطفوا 40 عسكري طلعوا فيهم على جرد قتلوهم فوق، وبعدين كل يوم يقصوا واحد وكل يوم يذبحوه ويسلوا فيه. وقديش بعتوا سيارات مفككه وشو عملوا، وقتلوا بنفس النهار ب2 آب من 3 سنين قتلوا 20 ضابط وجندي بيناتهم جنود. يعني انا كيف بدي كان يقول له ممنونكم يعني، وقبل منا كان طلعوا لفوق يقولوا ما جماعه. طيب شو لسه عايشين عم يجيبوا اولاد؟ ما عم بفهم. لا لانه ما بقاش يحمل البلد. اي بلد؟ لبنان؟ لبنان ما بقاش يحمل. انه لا بتشوفهم يا عمي والله مشانكم. طب انا بعد مني بشهر فوت على برنامج الامم المتحده، طلعوا يعملوا لهم محاضرات تيوقفوا الخليفه. واحد بفوت على الخيمه بينقرا وبيظهر تحبل. شو بيعمل؟ بينقرا وبيظهر نكزه صغيره حبلت 4 5 اولاد. شوف شو عم بيصير. عم بتصير هيدي القصه بقلب الخيام؟ ما قاعدين بالخيم جماعه. شو بقى بس الامم المتحده ما كان بشوف واحد ورا الخيمه هو وحده من فتره. هودي اللي بيهتموا بالنازحين ولبنانيه 2 لبنانيه وبس تحكي معهم ونحن حقوق